عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على واحدة من أقوى طرق في إدارة المشاريع، خاصة في عالم التطوير والبرمجة، هي سكرام. باش نشوفوا شنو سكرام وكيفاش نخدموا به. منيش تتكون ليكيب سكرام، وشنو اللوجيسيال اللي نجمو نخدموا بهم باش نخدموا سكرام. الرول في ليكيب سكرام، أول حاجة البرودكت أونر. باش نبداو متفاهمين، البرودكت اونر ماهوش هو الكليون، مي هو اللي يتفاعل مع الكليون باش يفهم شنو يحب ويعدل الباكلوج وينظمها حسب الحاجه. شنو هي البرودكت باكلوج؟ البرودكت باكلوج هي قائمه الحاجات اللي الفريق باش يطورها. من الرول متاع البرودكت اونر، هو المسؤول على الفيزيون تاع البروجي، ويحدد شنو الاولويه، شنو نخدمو اليوم وشنو نخدمو غدوه. توا نتعداو للسكرام ماستر، هو المسؤول باش يسهل الخدمة بين أعضاء الفريق، يحمي الفريق من التشتت والضغط الزائد، يفسر سكرام للتيم ويطبق قواعدها، يتدخل وقت تبدأ فما مشاكل. جست ملاحظة مهمة، سكرام ماستر ما يعطيش أوامر، ما يخلي الفريق يخدم بحرية وفعالية، وهو اللي يعاونهم. توا نتعداو لآخر رول، ليكيب دو ديفلوبمون. ينجموا يكونوا ديفلوبر، ديزاينر، والا تيسترز وغيره. مسؤولين على انجاز الحاجات اللي تم تحديدها في السبرنت بلاننج. جست نقطة مهمة، كما قلنا الفريق يكون سيلف اورجنايزد، يعني ينظم روحه بروحه ويخدم بروح التعاون. توا باش نتعداو نشوفوا كيفاش يخدم سكروم، باش نشوفوا الشيمان توضيحي. اول حاجه هي الباكلوج دي برودوي، فيه كل البيزوان تاع الكليون مكتوبه سو فورم يوزر ستوري. اليوزر ستوري هي قصه صغيره يكتبها البرودكت اونر باش يفسر بها حاجه يحبها اليوتيليزاتور في النظام او بالتطبيق اللي باش نعملوه. اكزامبل لليوزر ستوري، كيوتيليزاتور جديد نحب ساين اب باش نجم نكسيدي للابليكاسيون. كيوتيليزاتور نحب مود فيتشر شونجي مود باس باش كان نسيت المود باس. كادمين نحب نافيشي الليست الكل نتاع اليوتيليزاتور باش نجم نشوف ديتاي يوزر والى غيره. علاش نستعملوها اليوزر ستوري؟ جينيرالمون باش تبسط علينا فهم البيزوان نتاع الكليون، تسهل علينا تنظيم الخدمه في سبرينت. تو نرجعوا للشيما. قلنا بعد ما البرودكت اونر يخرج الباكلوج دو برودوي مكتوبين سو فورم يوزر ستوري، البرود من البرودكت دو الباكلوج دو برودوي، ليكيب دو ديفلوبمون باش تخرج الستركتور دو سبرينت، وبعدين نتعداو للبلانيفيكاسيون دو سبرينت. سبرينت يقعد بين الجمعة والشهر، وكل سبرينت فيه لو فاز دامبليمونتاسيون هي خدمة سبرينت. بالتالي فما ديلي سبرينت والا سبرينت كوتيديان. في كل بعد كل يوم من الديفلوبمون، ليكيب دو ديفلوبمون تعمل ريونيون صغير بين 15 مينوت باش تناقش الخدمة وين اش عملوا بالضبط. لو فاز دو ريونيون، الفاز دو ريفيو، في اخر كل سبرينت نعملوا ريونيون مع البرودكت اونر بور فاليدي لو ترافاي، وكل فيتشر تتخدم تتزاد للبرودوي فيني وتنجم تستعملها. اخر فاز هي مرحلة الريتروسبكتيف. بعد كل سبرينت ليكيب دو جينيرالمون تو ليكيب دو سكرام تعمل ريونيون باش هي ايفالواسيون انترن، يقيموا الخدمه نتاعهم ويشوفوا شنية الغلط اللي طاحوا فيها باش ما يعاودهاش، وشنية نقاط القوه اللي عاونتهم في الخدمه بالطبيعه يزيدوا يقويوا فيها. ملخص لهذا، لي بوين بوزيتيف نتاع لي ميثود سكروم، عندها برشا مميزات تخليها من أقوى المنهجيات في تسيير المشاريع، خاصة كي يكون البروجي يتغير برشا ويتطلب تفاعل مستمر مع الحريف. أول حاجة السكروم متميز بالمرونة، يعني تنجم تغير في الخطة أو في الخصائص حسب الفيدباك جديد بعد سبرينت، إذا كان اليوتيليزاتور بدل رأي ولا حاجة كي هكا، وهذا يخلي المشروع ديما مواكب الحاجات الحريف. زيد كان زيد على هذا فما شفافية كبيرة في الخدمة، خاطر الفريق كما قلنا
كل يوم يحضر الاجتماعات اليومية اللي هي الdaily scrum، ويعرف شنو قاعد يخدم وشنو المشاكل اللي صايرة اللي عرضت l'équipe de développement. توا نتعداو لللوجيسيال اللي باش يخليك تنجم تطبق السكرام ميثود سكرام في البروجي متاعك. اول واحد واشهر واحد هو الجيرا، مي عنده بريود ليميت بلاش، مي بعتلي لازمك تدفع. عنا تريلو سهل في الاستعمال، واحسن واحد بالنسبه لي هو الكليك اب، نورمالمون 100% بلاش، وفيه نفس الفيتشرز نتاع الجيرا وغيره.